الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شاكرين موقع الوحدوي للاهتمام برنامج حملة اتحاد الشعب التقدمي. هذا البرنامج يبدأ بافتتاح محافظة رئاسة الرئيس وبعد البرنامج كان هناك برنامج عام توزع إلى 3 محاور: محور شرقي وسطي العصابة تجانة الحوضين الشرقي والغربي، محور جنوبي البراكنة غربل قديمة ترارزة. هذه المحاور مهمتها أن تعدد مهرجانات وعواصم الولايات وتشرح فيهم برنامج الحزب وتدعو المواطنين لتصويت الجميع لوائح الحزب الوطنية والجهوية والبلدية. برنامج شمالي يضم زويرات أطار داخل ماليبو ويهتم بنفس البرامج اللي يهتم بها. محور شمالي يضم زويرات أطار داخل ماليبو، وهذه البعثات الثلاث ليست كلها مهرجانات حاشدة بالنسبة للتحالف الشعبي التقدمي، تبعث الأمل في المستقبل أن التحالف الشعبي التقدمي سيفوز ويشارك بالنسبية في هذه المحاور الثلاث. بعد ذلك كان هناك مهرجان يوم الأحد الماضي حاشد في نواكشوط ترأسه الرئيس الزعيم مسعود بالخير، وهناك أنشطة أخرى تختتم بها هذه الحملة إن شاء الله. ولنا أمل بأن نشارك مشاركة مهمة بجميع نتائج الاستحقاقات النيابية 2023. ما يتعلق بعدد اللوائح المشاركة، تقدمنا بأكثر من 60 لائحة بلدية. تقدمنا في جميع اللوائح الجهوية. تقدمنا كذلك في بعض النيابيات، أذكر منها باسكنو، أمورج، النعمة، كي هيدي، ألاء. هم جهويات نواكشوط الثلاثة، ونأمل بالنسبية أن نفوز في اللوائح الوطنية النسوية والشبابية والمختلطة ب3 إلى 4 مقاعد إن شاء الله، ومشاركة بالنسبية في نيابيات الأخرى. وأملنا كبير إن شاء الله أن يحصل التحالف الشعبي التقدمي على نتائج معتبرة ومشرفة. في الأخير نأمل أن تكون انتخابات 2023 شفافة ونزيهة كما نتصور من خلال الاجتماع الذي ضم الأحزاب ووزارة الداخلية. ونحذر من التزوير الذي ظهرت بوادره بتدخل الحكومة ووزرائها، خاصة الوزير الأول.